انت كشخص اهو ولا اتقدمت خطوه واحده قدام. النجاح مش سهل، والا كان كل الناس ناجحه ومحققه هدفها، ولا بالشغل 12 ساعه ولا بالشيء التقليدي اللي كل الناس عارفاه. انا جمعت لك كل الاسباب اللي بتسبب ليك الفشل الحقيقي بتجارب سابقه مريت بيها، ومعايا حل تفادي هذه المشاكل المحيره لكي تكون الشخص السليم في الوقت السليم. واعرفك كمان على هذا المصطلح، مصطلح 1+1=5 اللي جمعته عن طريق تجارب. والمصطلح بكل بساطه هو ان اي شخص في الحياه شايف الموضوع عباره عن جمع وطرح، ولكن في الحقيقه فيها معادلات وقسمه وجذر تربيعي وجذر تكعيبي، والحوار مكعبل خالص. وكلامي هنا عند الشخص اللي مش بيمشي ورا العادات والتقاليد، الشخص اللي عاوز فعلا النجاح، اللي ما مشوش ورا كلام اهله اللي قالوا له روح اشتغل في مصنع عبد مثلا، او التعليم هو المسار الحقيقي. ولكن فعلا التعليم لو عاوز تخصصه كشيء يعتمد وحقيقي انك تكون طالب متفوق، توصل انك تكون مهندس دكتور اي حاجه من الكليات العليا دي. ولكن غير كده اي كليات ملهاش مستقبل، اي وظيفه مش هتجازيك على تعب دراسه 25 سنه، فده مش مكانك يا عزيزي المشاهد. ويا من تريد النجاح والاستقلال المادي. هنرجع لموضوعنا تاني ونشوف هو ليه ناتج 1+1=5 مش المفروض يكون 1+1=2. هقول لك الفرق بين المعادلتين، وهو ان بكل بساطه الشخص اللي داخل هذا المسار الغير تقليدي وغير مدرك كم التضحيات والمجهود الذهني والعوائق اللي في هذا الامر، هو الناتج الحقيقي هو 1+1=2. برافو عليك، وهذا الرقم الحقيقي لهذه المعادله. ولكن احنا لو طرحنا الاثنين من النتيجه الاولى للنتيجه 5 هيطلع لنا الناتج 3. وهي دي الفكره وزبده هذه القصه. والفيديو ده مش هيعقد الامر، بالعكس هذا الفيديو بيخليك عندك الخبره الكفايه اللي تخليك قادر على تحقيق اهدافك وطموحك في هذه الحياه يا عزيزي المشاهد. رغم كده انت المفروض مقدما تعرف وتنصت لهذا الكلام، وتعرف انك المسؤول على قراراتك، ان انت صاحب السلطه على نفسك، تكون انت متحمل كل اسلوب ونمط انت مشيت عليه. وانا اعتقد لو انت دخلت قبل كده انك تخرج بره عاداتك وتعمل بيزنس خاص بيك كي تكون عندك خلفيه ودراسه باشياء اخرى، ولكن كان بيحصل معاك انك بتقول هو ليه في ناس كسرت القواعد ونجحت وانت على نفس هذا السطر ولا تقدمت باي شيء. فانت لو انت عايز تخرج بره دائره التقاليد وتبني حاجه خاصه بيك لازم تكون مستعد للتضحيه في اي وقت. فانا اقول لك على 3 حاجات لازم تضحي بيهم عشان ما تلفش وتدور على الفاضي وتفشل زي 90% من الناس. وفي تألم وعقوبات، فمحتاج الشخص اللي يكون عنده القوه والتحمل الذهني اللي يقدر يواجه هذا القدر من الالم، والم من نوع خاص، الم مستمر. الناس عندها 24 ساعه في اليوم، ولكن الفرق بين الناجحين والفاشلين هو ازاي يستغلوها. ايلون ماسك وهو بيبني تسلا وسبيس اكس كان بيشتغل 100 ساعه في الاسبوع، كان ممكن يخرج مع اصحابه، لكن ضحى بوقته عشان يأسس شركات غيرت العالم. لو بتضيع وقتك بالسوشيال ميديا او بتتفرج على مسلسلات بالساعات فما تستغربش انك مش ناجح. ابدأ من دلوقتي تستثمر في وقتك في تعلم مهارة جديدة او تعمل مشروع خاص بيك. ومحدش على فكرة كان بياكل بمعلقة ذهب، كل الشخصيات الملهمة فعلا بدأت من تحت الصفر. ومثالنا ستيف جوبز. مثال مثلا هو انك تكون نايم على سريرك الدفيء ومستمتع بحياتك الروتينيه، انك تصحى تفضل تسكرول على تيك توك انستجرام فيسبوك. فلو انت كده فانت عمرك ما هتطلع بره الدائره دي. مليون مشاعر جايه من اماكن مختلفه، فيديو بيتكلم عن الطبخ، فيديو تحفيزي، فانت في مشكله واعره. ستيف جوبز ساب الجامعه، كان بينام على الارض وبيمشي اميال عشان ياكل وجبه مجانيه من معبد هندوسي. كان ممكن يقعد في امان الجامعه، ولكن قرر يضحي ويمشي من طريق الراحه عشان يعمل حاجه عظيمه في مستقبله المبهر. الراحه هي العدو الاول لاي حد عاوز ينجح. لو عايز تبدا بيزنس لازم تسهر، تتعب، تتعلم حاجات جديده وتواجه الفشل بكل قوتك، وما تستسلمش ابدا وانت مبتسم كمان. ولازم تتعب دلوقتي لتترقى الثمار بعد شهر شهرين، بس هتيجي باذن الله. ولا تيأس ابدا او تستسلم. المجتمع بيقولك اتخرج، دور على وظيفه ثابته وعيش في امان، ولكن الامان ده وهم. في 2020 ملايين من الاشخاص فقدوا وظائفهم في لحظه بسبب الازمات الاقتصاديه. لو عايز تتحرر لازم تتعلم تبني مصدر دخل الخاص بيك حتى لو جنب شغلك الحالي. البيزنس مش معناه تسيب شغلك فورا، لكن معناه انك تكون دايما في وضع يسمح لك تتحكم في حياتك، مش تستنى حد يقرر مستقبلك. تخليش مستقبلك مبني على الاقتصاد بتاع الدوله، زي يكون مرتفع منخفض زي مصر مثلا المرتب رديء جدا، ولو بقينا مثلا لدوله زي السعوديه بيكون المرتب عالي والامارات كذلك. ولكن عاوزك يا عزيزي المتابع تكون انت اقتصاد نفسك. نجاح مش سهل لكنه يستاهل جدا. اسأل نفسك هل انت مستعد تضحي براحتك وبوقتك وبأمانك الزائف عشان تحقق حلمك؟ لو اجابتك بنعم فابدأ من النهارده مش بكره.